ويا سيدي اذا كان في واقعه هتكلم بقى في البعد التاني كواقعه بقى عليها جدال. يا سيدي الناس قالت لك، طلعوا في البرنامج قالوا ممدوح عيد، السيد ممدوح عيد رئيس النادي التنفيذي حاليا لبيراميدز، كان موجود في النادي الاهلي وكان جاي، على فكره كان جايبه خالد مرتجي النادي الاهلي على انه خبير تسويقي وما اعرفش ايه، كابتن حسن حمدي الواقع انا فاكر اتقالت كده، واكتشفوا ان هو يعني مش على قد طموحهم، فتعين اداري في الناشئين عشان خاطر له مستهدف، ما اعرفش له مستهدف في الناشئين، قالوا ان خد احمد حسن كوكا وسافر بيه صفره هربه بره. ادي الواقعه اللي عليها الخلاف، وان الاهلي اثبت قال ده بالطياره وبتاع وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وان كان راكب معاه في الطياره وجابوا تحركاته من الجوازات لو راكب معاه الطياره اللي سافر باحمد حسن كوكا. الكابتن حسن حمدي قال لك ساعه وما يبقاش موجود في النادي يمشي. الواقعه دي السيد ممدوح عيد بيقول لك مش حقيقيه، وبعد اطلع اعمل بيان وانا هقوله. يعني انت اعمل بيان اسرد فيه قولوا الواقع مش حقيقي بس وخلص الموضوع. انما ايه الشكاوى؟ ايه المواضيع دي؟ يعني اذا كان الناس بتتخيل انه الاعلام يستمر لهذه الدرجه، اسف والله اسف، اقسم بالله العظيم اقعد في البيت اقشر بصل اهون. فانا نصيحتي للناس في بيراميدز، وانا مش عامل زي الناس والله، اصل مش مصري، اصل ما اعرفش ايه، اصل كان ليه اهداف ايه، اصل هو اتعمل عشان ايه، مش انا ما بخشش ابدا في السكك دي، لان انا راجل لا اتحدث الا بما امتلكه من معلومات. بالعكس نادي اجله واحترمه واقدره وادعمه، ويمثل المصريين في البطولات الدوليه والافريقيه وكل حاجه، وهبقى اكبر داعم ليه في دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، واكبر داعم ليه في اي بطوله خارجيه في اي نادي منافس يلعبه في من اي مكان اخر. لكن عليكم ان انتوا لما تتخذوا خطوات لازم تتخذوها دون استعلاء ودون احساس زايد بالذات، ولازم تفهموا ان الاعلام ده يعني هو اللي هيجيب لك حقك انت شخصيا كبيراميدز. لما يكون لك حق، اكتر ناس كنا احنا وقفنا معاهم وقت كاس السوبر مع الاهلي لما ما كانوش عارفين يرجعوا من الطياره واتحاد الكوره مش عايز ياجل لهم الماتش، وقفنا جنبهم بقوه، كان حقه، وفي بيانات لهم حقوق، كنا بنتكلم بقوه، لكن بالطريقه دي لا. فالياس وانا دايما اقول كده اهو بتوع بيراميدز للمره الثالثه او الرابعه حتى بقول تكير، لازم تاخدوا بالكم من الحاجات دي لانها غير مقبوله ابدا. احنا لو قبلناها كميديا هتبقى استمراء بقى، خلاص بقى، ده كلام غير مقبول. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وانا بتكلم عن تجربتي، يعني لا عمر حد بيقول له قول ايه وانا ما تقولش، امتلك الحريه المطلقه الكامله فيما اتحدث فيه في برنامجي، واتحمل كل مسؤولياته، ومقتنع اقتناع كامل ان اي حد له حق يرسل واقول، وحقه اي رد حقه واقوله، وحق الرد مكفول، واذا راح القضا ما بزعلش، واترفع عليا بص فوق ال100 قضيه في حياتي على فكره، رحت محاكم من جنايات وانت نازل، وخدت الحمد لله براءات في كله. من لا يمتلك اثبات ما يقوله يتحاسب. عمري ما ازعل ان واحد يروح محكمه ولا يرفع عليا قضيه، حقه، واذا انا مش هعرف اثبت اللي انا قلته في برنامجي او كتبته في الجورنال او عملت، يبقى انا مش لا امتلك مصداقيه الجلوس هنا. طيب ادي نقطه. واتمنى ان الناس تاخد الكلام بحسن النيه اللي انا بتكلم بيها للصالح، لان الاعلام والصحافه وحريه تداول المعلومات وقيمه ومكانه الاعلاميين والصحفيين من قيمه ومكانه اي حد فينا. خد بالك من قيمه ومكانه اي حد فينا، المساس بالمهنه غير مقبول.
السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بيقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. ومشكله جديده بين النادي الاهلي وبيراميدز بعد مشكله حسين الشحات والشيمي. دخل المدير الاداري لنادي بيراميدز ممدوح عيد شكوى لوزير الرياضه ضد عادل القيعي وابراهيم المنيسي على تصريحات ان هم قالوا ان وجود ممدوح عيد في النادي الاهلي وهو كان جاي على اساس ان هو خبره. ومتهيألي الحلقه دي هتلاقيها على قهوه الخواجه، حلقه عادل القيعي وابراهيم المنيسي. لكن النهارده بعد شكوى نادي بيراميدز او ممدوح عيد مدير الاداري لنادي بيراميدز مدير شركه النادي تسويق النادي الاهلي المهندس عادل القيعي وابراهيم المنيسي الاعلامي على قناه النادي الاهلي. يعني الموضوع بقى ما بقاش كره قدم، الموضوع ما بقاش احنا بنتكلم في الكوره، بقت مشاكل اكبر من الكوره. ده طلع قال ان ممدوح عيد جه وما كانش قال ان هو جاي يطور وجاي يشتغل فيه النادي الاهلي. لقوا ان النادي الاهلي على حد كلام دكتور على المهندس عادل القيعي وابراهيم المنيسي ان الراجل مش على قد المسؤوليه، نزلوه ناشئين. في كلام ان هو سبب احمد حسن كوكا سفره من النادي الاهلي، ولو اسمه على طياره احمد حسن كوكا المغادره للدوري البلجيكي اللي بيلعب فيه احمد حسن كوكا. فطبعا فرمان من حسن حمدي ان ممدوح عيد يسيب النادي الاهلي خلال ساعه، وده كان قرار قوي جدا من الاستاذ حسن حمدي رئيس النادي الاهلي. لكن محمد شبانه بيتكلم على اساس ان برضو الاعلام هو مساند بقوه لكل من هو له حق، واحنا بننقل الحقيقيه او كل اللي ليه وجهه نظر لازم نوصلها للنور. وممدوح عيد قدم بشكوى رسميه لوزير الرياضه ضد عادل القيعي وابراهيم المنيسي، وما زالت الامور في شد وجذب. وما نشوف الايام اللي جايه هتثبت لنا على ايه. كل جديد هتلاقيه على قهوه الخواجه. دايما بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟